أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم بتتابعوني إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. أول شي خلينا نصلي على حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني شي إذا كنتوا جداد على هالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد أنا بنزله. وتالت شي بحب أقولكم كل عام وانتوا بخير جميع لأمهاتي وأمهاتكم لجميع أمهات الدنيا كلّها، لإني عن جد أنتم المضحيات، الفئة الكادحة في البيت. أي نعم، وباحب أقول لكم للصبايا كمان كل عام وأنتم بخير، لا تنسوا حالكم من الاحتفال لإني كمان أنتم وعم بتضحّي واللي أمه متوفية باحب أقول له الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات أمة المسلمين أجمعين. وهلأ صار لازم أقول لكم إنه تكتبوا لي بالتعليقات شو الهدايا اللي هديتوها لأمكم. واللي إمّا هيك مغتربة عنا والّا بعيدة عنا إمّا إن شاء الله بتشوفيه عن قريب وبتفرحي في شوفته. وهلأ هيك متل ما نكون شايفين أنا عم باحضّر هون الرغوة للكابتشينو، بما إنه يوم عطلة يوم أحد فلازم تكون الرغوة كثيفة، يعني هداك السلك اللي أنا باستخدمه بالعادة يعني ما حيقضّي كوبين، فلذلك استخدمت المضرب الكهربائي. وهيك يعني طلعت عن جد الرغوة كتير كثيفة، يعني بأقل من دقيقة طلعت هيك أنا خفقتها طلعت عندي هي الرغوة. وبما إنه أنا باحب الرغوة تكون كثيفة فحطيت لجوزي معلقتين، يعني هو يعني كل لمّا يعني قليل كتير يشرب كابتشينو، حطيت لإله معلقتين رغوة وحطيت لإلي 4 معالق، فبس كتير حبّها جوزي قال لي يعني عن جد طلعت كتير لذيذة وطيبة. بانصحكم تجربوها ويا ريتكم جيراني حتى هيك كل يوم صبح أعزمكم على فنجان كابتشينو نشربه سوا. عن جد كتير هيك باحب الجيران، عندي جيران هون كتير حبّابين وظراف وهيك، بس جارتي بتتأخّر بالنومة وعندها عيلة وولادها عم بدرسوا وما بتفضى، وجارتي التانية كمان عندها عيلة وما بيفضوا وولاد ابنها عندها وهيك، فلذلك كتير باحب يكون هيك جيران أدخل أشرب فنجان قهوة عندن يطلعوا يدخلوا هيك يعني تكون علاقة خوش بوش بيناتنا. بس جيراني كل مين ملتهي في عيلته، وهيك متل ما لكم شايفين حطيت الصوص كراميل وحطيت نكّشت سنين صرت أضبّطها سويت لها أشكال، بس كتير كتير طلع شكلها حلو وطعمتها كتير 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 طيبة. وهيك حبيباتي بلشت أجهّز للفطور. الفطور طبق رئيسي هو الفول. حطيت طحينة وبدي أحط 4 معالق لبن وتوم وملح وباخفقن مع بعضن، بعدها شوية مي من الفول وباحط له حب الفول، هون عم باضيف لإله عصير الليمون، باضيفه يعني بدفعات، ليمونة واحدة عصرتها وعم باضيفها هيك بدفعات، وعم باخفقه وحطيت هلأ التوم. إيه هيك، فاليوم يعني كان يوم الأحد جدًا، جدًا، جدًا طبيعي، ما فكّرت ولو 1% إنه جوزي يفاجئني، لإني طول الوقت معي يعني فاق معي، يعني مقضّيه طول النهار معي، شو إيش بده يساوي لي مفاجأة ما توقعت. فقبل بيوم يعني نحن يعني حكينا بهالموضوع، أنا باعرف دائمًا يعني نحن عندنا 21 آذار عيد الأم، هنّن عندهم 8 أيار عيد الأم، يعني في اختلاف بين يعني في المواعيد. كنا أول شي قبل يعني الكورونا وشي ننجمع عند أول إنه وقت اللي بيجي مناسبة عيد الأم نروح ننجمع عند أهلي، وقت اللي ييجي هنن عيد الأم كلّياتنا نروح ننجمع كمان عند بيت حماي. بس بما إنه هلأ حظر وكورونا فيعني ما رحت، ولو بدي أروح لوحدي بأرض الأسبوع يعني شُفته يوم الأحد كان يوم حظر. وهيك بقى قُلت له إنه عيد الأم بهالنهار وهيك، قام قال لي: "إيه." يعني عنده خبر بس ما قال لي ولا لمّح لي إنه إيش بده يساوي والّا إيش بده يعمل. كتير، كتير بفاجئني بشغلات يعني عن جد أحيانًا كتير باحبها هيك ولا بتخطر على بالي إنه هو بده يساويها أو بده يعمل. حتى كمان مرّة بعيد زواجنا، يعني إيش بده يصير بعيد زواجنا، بده يجيب لي قالب جاتو وهدية وهيك بس، أنا هيك كنت مفكرة. فبدق لي الساعة 14:00 بدق لي يعني مو إيه هاديك السنة اللي قبلها، يعني بدق لي الساعة 14:00 بيقول لي: "بتول حضّري حالِك جاية السيارة تاخدِك." بعت سيارة تاخدِك، وهو بالشغل يعني، قُلت له: "يا من أنت تاخدني؟" قال: "أنتِ حضّري حالِك." فلبست ولبّست ولادي وحضّرت حالي، كان مستأجر يعني بهنيك حاجز بالسفينة هي أهل الراية كان حاجز لإلي بالسفينة بمقعد وهيك،
في هنيك مطرب وأجواء كتير، كتير حلوة، ويعني أنا هنيك بقلب السفينة متل يخت كبير هن مطعم على يخت كبير مساويين بقلب هالسفينة حفلات وأغاني وكلّها عربية، وصاروا يغنوا لنا لإلنا وإنه عيد زواجنا للسنة السادسة عفوًا. كتير، كتير، كتير اتفاجأت، وهنيك قدّم لي الجاتو وقدّم لي الهدية وقدّام الكل، بس هنيك طبعًا مو بس سوريين، هنيك من جميع الفئات، كان في مغاربة وتونسيين وكتير، كتير يعني وخليج، من كافة العرب كانوا هنيك، يعني عن جد كتير، كتير لقيتها بإنه قد الدنيا، صحيح قضيت 3 ساعات 4 ساعات هيك بالاحتفال، بس عن جد كتير لقيتها منها قد الدنيا. اتصوّرنا هنيك بس الصور مع جوزي وما بيرضى إنه أعرضها، بس إن شاء الله هالسنة الاحتفالات كلّها إن شاء الله كلّها راح نقضّي الاحتفالات كلّياتنا سوا. طبعًا أنتم يعني منتبهين أنا إيش سويت قبل شوي، إنه سويت عصير الفراولة بالحليب مع الموز، وحطيت فطور عادي، فما حبيت كتير أشرح يعني أكيد بتعرفوا يعني هيدول الشغلات. وهلأ حبيباتي حطيت قرفة وورق غال وقرنفل وهاي الشغلات، وغسلتن طبعًا هدول القلوبات دجاج كبدة دجاج، غسلتن بمَي وملح وخل، وهلأ بدي أفوّر عليهم فورة مشان أقش الزفرة، أشيل الزفرة منّن مشان لمّا أقليّن ما تطلع لن ريحة. يعني أخدني الحديث قبل شوي ما حكيت لكم إنه أنا إيش عم باساوي كل خطوة بخطوتها. بس يعني ما كنت عم باسوي شي فطور عادي كلكم بتعرفوه، العصير وهاي الشغلات، وإذا انتبهتوا إذا كنت عم بأمّر خبز أنا كتير باحب آكل خبز مأمّر جنب الفول، بذكّرني أيام حلب وأيام الصوبّة وهاي الشغلات، لمّا كنّا نأمّر خبزة ناكل خبزة وزيتوني مكسّر، خبزة مأمّرة وزيتوني مكسّر، أو إذا بدنا نسوي الله يرحم هاديك الأيام إذا بدنا نسوي كبسة جبنة نحطّها كمان على الصوبّاية، بعد ما نصُب الكاسة الشاي يكون صارت الكبسة. كتير يعني هيك شغلات كتير بيذكّروني بأيام حلب. هلأ متل ما لكم شايفين حبيباتي الكبدة بعد ما هيك فوّرت عليها لمدة دقيقة مو أكتر، شِلت الزفرة وصفّيتها من المي وهلأ حطيت زيت زيتون وعود قرفة وبشرة ليمون وفلفل أسود وملح وكزبرة مشان أقليهم كلّن مع بعضُن، بس طلعت عن جد كتير، كتير، كتير طيبة، وهيك يعني إنه ضلت شوي متماسكة إني حطيتها على النار وأنا عم باقليها لمدة 20 دقيقة مو أكتر، وهون حطيت البصل بدي أقلي معُن البصل والخضروات، طبعًا أنا بعد ما باقليها شوي يعني باعرفها أنا عم باقليها لمدة 7 دقايق بعدها باضيف لإلن الخضروات مشان ما تحترق، وهلأ ضفت عليهن الفطر والتوم والفليفلة المقطعة مشان أقليهم كلّن سوا، لإني هدول إذا بدي أضيفهم من الأول يعني رح يحترقوا ما رح يصيرلن طعمة، فباضيفن بنُص التقلية وهيك غطيتن. بدي أحضّر السلطة تبعية الشوي، يمكن هلأ تسألوني إنه ليش أنا عم باقليهم بصاج ما عم باقليهم بطاوية تيفال، أنا جوزي روح قلبه إنه هيك الشغلات اللحوم اللي بدها تقلي أقليها بالصاج، يعني دار الدنيا دار، وأنا أقول له خلص بلا تشتري يعني بطاوية تيفال بيمشي الحال، لا إلا بالصاج، دار الدنيا حتى جاب لي إياه ويعني القاورما، اللحمة أحيانًا شقف شي يعني ما بيساويها إلا على الصاج. وهون متل ما لكم شايفين فرمت البقدونس والبصل الجوانح وحطيت شوية زيت شوية عصرة ليمونة وشوية سماق وملح وبدي أحركهم كلهم مع بعضهم. هي السلطة هي جنب الشوي جنب الشغلات اللي هيك اللحوم كتير 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 طيبة، بتعطي نكهة كتير طيبة علمني عليها هي جوزي. وهلأ هيك بعد ما شايفين استووا عدى عليهم 20 دقيقة، هلأ بقى بدي أحطّن بصحن فخار، هاد الصحن الفخار بيحافظ على الحرارة لمدة يعني حبيباتي هلأ إذا بدي أحطّها بصحن عادي بلور عادي أو هذا يعني كيف بدي أقول لكم الصحن رح يكون بارد رح يبرد الأكل، هاد كتير كتير كويس برمضان، عن جد بناكل ولسه الأكل بقلبه عم يغلي عن جد. في هاد بيجي طقم، يعني هاد بيجي هاد الصحن تحته دفّة مشان ما تحطّيها مباشرة على الطاولة أو شي، يعني هاد بيحافظ على الحرارة يمكن غطا الطاولة يحترق أو إذا حطيتيه على خشب يعني ممكن يتغيّر لونه أو شي، فلذلك بيجي معه خشبة تحته وهيك بيجي طقم يعني هدول الصحون الفخار كتير كتير باستعخد برمضان شفتوا برمضان بنجهّز الأكل وبدنا إياه يتم سخن فباحطّه بهاد الصحن الفخار، كتير كويس.
وهلأ هيك متل ما لكم شايفين بس بخليه يغلي عليه. مثل ما انتبهتوا قبل ما أحط الأكل بصحن الفخار حطيت عليه زيت، شوية زيت، وحطيت الأكل فوقه، حطيته على النار. وهلأ شوفوا إذا منتبهين حطيته على الدفة وعم بغلي، يعني لساته عم يغلي محافظ على حرارته. طلعوا عن جد كتير كتير كويس، يعني أكلناه ولسه أكلنا الأكل رح نخلص لسه على القهوة عم تطلع من الأكل. وهيك حبيباتي كان روتيني لليوم. أكلنا وتحمدنا لله تعالى على هالنعمة. وقفت شوي على البرندة بدي أفرجيكم إطلالة بيتي. هاي الستة جنبي جديدة لسه ما انسكنت وأغلبيتها عم بسكنوها عرب. وهذا المطعم تحتهم ما بنصح حدا فيه لأني أكله ما طيب. ويعني تحته في ماركت، يعني تحت الستة في ماركت. وهي اللي قدامي فسحة تصير ستة كمان مثل الجنبي، بناية كتير طويلة. وهون على زاوية البناية جنبها في اليوز بير 101، وتحت 101 موجود البيم. ومقابيلي كمان في ماركت، وعلى يساري في ماركت. يعني وين ما التفتت الحمد لله إنه منطقتي كتير كتير إنه ماركتات كلها حوالي، ما بستدعي إنه أروح أمشي مسافات طويلة مشان إنه أمشي مشان أحصل على الماركت. فورًا ب5 دقايق ممكن أشتري كل مشترياتي. وهيك قدّم لي جوزي، يعني راح يفتح الباب والّا كانت المفاجأة مصّي رفيقه على قالب جاتو لإلي واحتفل فيني وقال لي: "كل عام وأنتِ أحلى أم." وكتير كانت مفاجأة حلوة لإلي، وكتير انبسطت فيها أنا وولادي. وبعد ما هيك يعني احتفلنا أكلنا جاتو. هيك وناموا الولاد. غليت فنجان قهوة لإله وكاسة كابتشينو لإلي. عن جد كتير كتير كان يوم مميز واتشكرته كتير. وإن شاء الله هيك بعيد الأب رح أفرجيكم كيف رح أفاجئه وكيف رح نحتفل. عن جد شعور حلو إنه الشخص اللي مقابلك مقدر التضحية اللي أنت اللي عم بتقدميها لبيتك وعم بتشكرك مش هالتضحية اللي أنت عم بتقدميها لبيتك. فلذلك بقول لكم كل عام وأنتم بخير لجميع أمهاتنا وأمهات المسلمين أجمعين. وهيك كانت نهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد أنا بعمله. باي باي.